السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجاذبية هي واحدة من القوى الأساسية الأربعة اللي بتحفظ الكون شكله باستمرار، ولولاها ما كانش هيكون في حاجة في الكون هتفضل في مكانها. كانش هيبقى فيه ولا مجرات ولا نجوم ولا كواكب ولا أي حاجة، لكن الكلام ده كله يخص الجاذبية الكونية. هل يا ترى لو الجاذبية الكونية دي فضلت والجاذبية الأرضية بس هي اللي اختفت، الدنيا وقتها هتبقى عاملة ازاي؟ راح اعمل لك كوبايه شاي وتعالى كمل الفيديو. اهلا بيكم، انا زياد اشرف ودي قناه زد يو اس. مبدئيا كده من غير الجاذبية الأرضية كل حاجة بلا استثناء هتبقى عديمة الوزن، يعني تقدر تقول بصورة أوضح كده مفيش حاجة هتفضل مكانها. فلو بدأنا مثلا بالبشر فاحنا خلاص مش هنقدر نمشي على رجلينا مرة تانية، وطالما مش هنقدر نمشي على رجلينا فيبقى كل الأنشطة اللي بتعتمد على المشي والجري ومختلف أنواعها هتختفي. مش هيبقى في جري ولا مشي ولا لعب كورة. في اللحظات الأولى لكل حاجة فيها تبدأ تطير هيحاول البشر يستخبوا بيوتهم المتثبتة بالخرسانة في القشرة الأرضية، واللي هيبقوا برا البيت هيبقوا في حالة طيران للأبد في الفضاء. لكن لو افترضنا انك قدرت توصل للبيت بشكل ما، او لو كنت من المحظوظين اللي كانوا في البيت وقت اختفاء الجاذبية، فلازم تفهم ان موقفك مش هيبقى احسن بكتير. بعيدا انك دلوقتي لازق في السقف انت والسرير بتاعك، لازم تودع طريقتك في انجاز عملياتك الحيوية. يعني لو كنت مرعوب وعايز تعيط الدموع اساسا مش هتنزل والمشكلة الكبيرة هتبقى في قضاء الحاجة، الا بقى لو انت من رواد الفضاء وشايل عندك حاجات في حالة غياب الجاذبية. صح، ما تنساش تشترك في قناة صاحبي. مع اختفاء الأنشطة اليومية بقى هتختفي كمان معظم الظواهر الطبيعية. مش هيبقى في حاجة اسمها مطر خلاص، المطر أصلا بيسقط من السحاب على الأرض بفعل الجاذبية. المشكلة بقى مع عدم سقوط الأمطار وتبخير البحار والأنهار بفعل الشمس، الأرض مع الوقت هتتحول لصحراء جرداء. ده غير انه طبعا مفيش سقوط مطر فمفيش نباتات، وبالتالي مفيش حيوانات اللي بتتغذى على النباتات، وبالتالي مفيش إنسان اللي بيتغذى على الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات. وبرغم ان السيناريو الافتراضي ده سيناريو مرعب، الا انه ممكن يكون افضل سيناريو يتمناه البشر لو اختفت الجاذبية. يعني بالبلدي يا ريت هتيجي على قد كده. مشكلة الافتراض بتاع تقشف النبات ده وبعدها الحيوان واخيرا الانسان انه افتراض اصلا متفائل ومتدرج اكتر من اللازم. في الحقيقة ان اختفاء الجاذبية مش بس هيمنع المطر، اختفاء الجاذبية هيكتب النهاية لوجود المياه على سطح الارض. كل المسطحات المائية من محيطات وبحار وانهار اللي مسكها اصلا ومثبتها في الارض الجاذبية، وده معناه ان لما الجاذبية تختفي وتبقى متشعبط في السقف انت والسرير وتبص بطرف عينك من الشباك هتلاقي مية الارض كلها طايرة زي ما كل حاجة طايرة من حواليك. في الحقيقة في ظل مهرجان الطيران اللي شغال في كل حتة، ده الحاجة الوحيدة اللي هتفضل متثبتة شوية هي المباني المتثبتة كويس في قشرة الأرض. لكن للأسف الاستمرارية دي مش هتكون طويلة، لأن الأرض أصلا بتتحرك بسرعة كبيرة ما بين محورها وما بين محور الشمس، ومن غير الجاذبية أي حاجة متثبتة في قشرة الأرض مش هتفضل متثبتة لفترة طويلة، ومع الحركة الشديدة هتبدأ كل المباني تنهار مع الوقت. لو كملنا بقى في الافتراضات المستحيلة دي وتخيلنا مثلا ان في مجموعة من الناس ساكنة في الجبال والكهوف، فدول هيفضلوا وقت اكبر لان الجبال اساسها في منتهى القوة. لكن لو افترضنا ان الجبال استحملت، فالناس المستخبية بفرض ان هم لقوا طريقة يحلوا بها متطلباتهم اليومية برضه هيكونوا بيموتوا بالبطيء بسبب انعدام الجاذبية. رواد الفضاء والاشخاص المختارين بعناية بيتعرضوا لضمور في العضلات ومشاكل صحية كتير لو فضلوا في مكان قليل الجاذبية، يعني مش منعدم تماما زي الافتراض بتاعنا. لكن برضه نرجع نقول يا ريت هتيجي على قد كده. اخيرا بقى بعد ما بهدلنا الحياة على كوكب الارض بالافتراض المجنون ده، خلينا نرجع للواقع ونقول انه افتراض مستحيل، لان الجاذبية الارضية بتعتمد على كتلة طالما كتلة الارض موجودة يبقى الجاذبية موجودة. فاللي كان لازق في السقف وقلقان اصحى بقى، فالارض ليها خالق حكيم لا تأخذه سنة ولا نوم.